السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع صح. يعني وأنا بغلب في التيك توك لاحظته يعني الستات والرجالة بيتكلموا فيه. الله أعلم على صفحة أنا بس أو على صفحات حد تاني، الله أعلم، أو على اليوتيوب عامة ما أعرفش. لا، على التيك توك، على التيك توك. موضوع الخيانات الخيانات خيانات خيانات، وان الست بتخون ليه، وان الست مش عارفه ايه، وانها تتكلم في التليفون وهي على ذمه جوزها حرام، وانها تفكر في حد تاني وهي على ذمه جوزها حرام، والكلام ده كله طبعا كلام سليم 100%، ما فيهوش جدال ومعلوش اي غبار. معاكي. الراجل طلع يقول ان الست اساسا مخلوق جميل، مخلوق ما يشيلش الهم، مخلوق كويس، حد يدلع، مش حد مثلا نركب الطين على دماغه. تشكر وعلى دماغنا من فوق يا حضرة. أفلكت صدرنا. لكن نرجع لموضوع الخيانات الأول، سنة. مين قال الست تخون؟ مين قال لها تخون؟ وتخون ليه؟ وهل اللي بتخون إنسانة طبيعية؟ ولما تخون مع واحد غير جوزها، طبعا أكيد بتخونوا مع واحد غير جوزها، مش مع واحدة يعني. هل اللي بتخونيه جوزك ده، اللي بتخونيه معاه، أنضف من جوزك؟ أحسن من جوزك؟ فكري سنة عجل بس، سنة عجل لو سمحتي، يلي بتخوني جوزك. اصل كلام ايه ان ما تتكلميش في التليفون وانت على ذمة راجل، وما تفكريش في حد. لا ذمة راجل ولا غير ذمة الراجل يا بابا، العيب عيب يا بابا، سواء بنت او راجل عيب يا بابا، سواء متجوز ولا بنت عيب. بس اكتر انك تكوني متجوزة صح. بس انا عن رأيي لا متجوز ولا غير متجوز اكلم اي حد غريب. سيبك انه محرم ومكروه وكل حاجة، لا، لكن عيب. احنا ما نعرفش العيب، محدش علمنا العيب. نرجع لموضوعنا. الست اللي بتخون ليه؟ انضف من جوزك في ايه؟ احسن من جوزك في ايه؟ اللي في الاستاذ التاني مش في جوزك؟ خدتيلي وافقت عليه من الاول ليه؟ ما كانش معاكي؟ ما مشيتيش معاه قبل الجواز وعاجبك وخربت الدنيا عليه عشان تتجوزيه؟ ياخد ده بلاش، ولما يوجع الجردل ويوافق ويعمل لك كيان ويقدرك كست في السوق، تمشي جنبيه وتحط ايدك في ايده ويعمل لك شخصية محترمة، في الاخر تخوني؟ على فكرة انا ما بلومش الراجل، الراجل ما يتلمش في الخيانة، الراجل ما يتلمش. الخيانة بتيجي من الست، ولولا انا كست بدي ضوء اخضر للراجل، لولا الراجل بيتجرأ ويكلمني. على فكرة دي معلومات قيمة اغلى من الذهب. طبعا مش اي حد هيقولها. اقسم بالله العلي العظيم، الراجل ما بيتجرأ على الست الا لما الست تديله ضوء اخضر. محدش بص، ما نتكلمش في ان الولد ده قليل الادب والراجل ده الراجل سافل لغايه ما نديله الاشاره، الولد سافل لغايه ما نديله الاشاره. طب ما بنات كتير بتمشي في الشارع والشباب بترمى عليها وبتهرتل عليها كتير، هل بيجري يجيبها من شعرها؟ هل بيجري يجيبها بالعافيه؟ سنة عجل، سنة عجل. الراجل مثلا ماشيين وبيوقفوا كتير هل بيتجرأ انه يلمس ست او يكلم ست؟ ما يقدرش، يخاف مصيبة تعمل له كارثة لو هي عايزة، ولو هي عايزة تعدي الموضوع هتعديه. يبقى إذن الموضوع من الست مش من الراجل. فلما يا ست يا كويسة، يا ست يا محترمة،
تتجوزي وتتهبب على عينك، وجوزك يحطك في جراسه ويدافع عنك في وسط الناس ويعمل لك ويعمل لك، وفي الاخر يتضح انك انتي بتلزعيه جلم على جفاه، بتضربيه جلم على جفاه وشلوت، ومخلياه مسخة في وسط الناس، والناس كلها عارفة انك خنتيه وبتخونيه وهو اخر واحد يعلم. يبقى يصح انك تتجني في البيت؟ يصح انك تكون ام ولاده؟ يصح انك تشيلي اسمه؟ الخيانة مبدأ لا يتجزأ، وملوش اي دوافع، وملوش اي مبررات. اصل في افلام كتيرة تقول لك الست لما جوزها يسافر محتاجة لجوزها، لما يشتغل شوية في شغله تعبانة ايه قلة الادب والمسخرة دي تتضرب بالنار. الخيانة ملهاش دوافع، ملهاش مبررات يا جماعة. الخيانة ملهاش مبررها حاجة واحدة بس، انها تتفعل زي الصرصار. اقسم بالله، اصل ده مرض، والمرض لازم يتعالج، وعلاجه الموت. انت كنتي دماغك فين؟ اعطاكي حاجة اصفرة وضحك عليكي؟ لا، ده انت اللي اعطيتيه حاجة اصفرة وضحكت عليه. اجل كلمة هقولها لك، اجل كلمة هقولها لك، اخصى عليكي وعلى اللي رباكي. مع ان ممكن يكون اللي رباكي راجل محترم، بس بتجيبي انت اللعينة لاهلك. يا شيخة ده لو حتى جوزك وحش، ده حتى لو جوزك فيه العبر صونيه، ابسط حاجة. مع ان انا ضد ده على الاطلاق، اتطلقي وشوفي حالك بعيد، لكن ما تأذيش الراجل اللي معاكي. ولادك اشرف لهم يعيشوا من غير ام، احسن ما يطلعوا يتعايروا بيكي. عيب اللي بيحصل والله. عيب تكوني متجوزة راجل كويس بيكد ويتعب عليك وعلى ولادك. طب هقول لك حاجة، هقول لك حاجة، لو ما بيكدش ولا بيتعب ما يستاهلش الخيانة. وعايزة تغوري تطلق اتطلقي. موضوع كبير، كبير لأبعد ما تتخيلي. أنا عن نفسي صعب إن أنا أتخيل الخيانة، مع إني بسمعها كل يوم، بسمعها كل يوم، وبيحصل مصايب وقتل وجرايم بسبب كده. في النهاية أقول سوء اختيار، سوء اختيار منك.